الكلام كتير جدا عن توطين صناعة السيارات في مصر في هذه الفترة، وخصوصا مع قفلة الاستيراد بطريقة أو بأخرى، وخصوصا برضو مع محاولات الحفاظ على بقاء العملة الصعبة داخل مصر، وإنها ما تخرجش إلا في الحاجات الاستراتيجية والأساسية اللي بالتأكيد مش من ضمنها استيراد سيارة جديدة. فأنا بالنسبة لي موضوع توطين الصناعة والتجميع المحلي والحاجات دي شفناها كتير قبل كده، فعايز بس أتكلم في شوية نقاط محددة عشان خاطر المنظومة اللي احنا بنسعى إن احنا نوصل لها تكون واصله لاعلى مستوى. اهم حاجه من وجهه نظري الدوله ممكن تعملها الفتره اللي جايه لتشجيع المستثمرين هو تقديم تسهيلات حقيقيه ليهم للاستثمار في مصر. تسهيلات في تقديم الاراضي لبناء مصانع، تسهيلات في دخول المعدات من بره، تسهيلات في العماله، تسهيلات في حاجات كتير. النقطه الثانيه لازم برضو يكون في من الدوله رقابه على الانتاج اللي هيتعمل ده، ويتم تعديل المواصفات المصريه القياسيه الكوميديه، لان المواصفات المصريه القياسيه فعلا كوميديه، هي لا ينطبق عليها وصف تاني غير كده، من حيث مواصفات الامان اللي بتبقى مطلوبه في العربيات اللي بتيجي مصر او اللي بتتجمع في مصر، كمان في معايير الجوده وعده عوامل اخرى لازم يتم النظر اليها بعين الاعتبار. وبالنسبه للشركات المتواجده بالفعل في السوق المصري بتجمع عربيات، والشركات الجديده اللي هيتم اكتسابها لازم برضو يبقوا عارفين ان هم ملتزمين بشويه حاجات، اهمها تقديم منتج حديث وامن. يعني ما يجيش يجمع لي عربيه بقالها 100 سنه كانت بتنتج ووقف انتاجها ونقول ان هي دي العربيه اللي احنا هنبدا بيها في السوق المصري. لا، المفروض من البدايه يتم وضع اسس ان العربيات تبقى حديثه وامنه وعلى جوده عاليه، ولا يتم تجاوز هذه النقاط. النقطه اللي بعدها ان لازم سعر العربيه اللي هتتجمع محليا لما هنفتح الموضوع يبقى على الاقل قد سعر العربيه مثيلتها اللي بتتباع بره على ارضها او في مكان البلاد اللي بتنتج فيها. يعني ما ينفعش عربيه يبقى ثمنها بره 20,000 دولار وتيجي هنا تتباع ب 2 مليون جنيه، وفي القطاع الفاخر ما ينفعش تبقى عربيه ب 100,000 دولار بره وعندنا هنا بتتباع ب 9 مليون جنيه. طالما هنفتح الموضوع بنقول توطين صناعي، يبقى العربيه اللي هتتجمع تتباع بنفس ثمن العربيه اختها اللي بتتباع بره، والا يبقى في حاجه غلط. نقطه تانية مهمه جدا، وهي ان لازم بقى الشركات اللي هتتوطن دي واللي هيجوا يستثمروا في مصر ويعملوا مصانع لتجميع العربيات لازم توصل للهدف الاسمى، وهو تغطيه احتياجات السوق المحليه. انا عارف ان الكلام اللي بيتقال كلام جميل قوي وان هنصدر ونعمل، بس قبل ما تصدر غطي السوق المحلي، لان انت لو ما غطيتش السوق المحلي هنفضل عندنا نسبه عجز ومفيش استيراد من بره، فهتفضل العرض اقل من الطلب، فهتفضل العربيات سلعه شحيحه وهيفضل عليها اوفر برايس ويبقى ما عملناش حاجه. يتم وضع تايم فريم، اطار زمني نوصل بقى من خلاله لهذا الهدف. احنا كان في عز السوق المحلي بتاعنا ما كان فيه عربيات كنا بنوصل ل 300 الف عربيه في السنه، لو قدرنا نوصل مبدئيا للرقم ده يبقى احنا وصلنا لحاجه كويسه. مع العوامل الاخرى اللي انا قلتها اعتقد ان احنا كده ممكن نكون بنقول بقى ان احنا ماشيين على تراك صح، غير اللي مشينا عليه من 98 لما ابتدت مرسيدس تجمع، وبعدها بي ام دبليو بتجمع، وبعدها الشركات التانية بتجمع، وقبلهم كان في غبور والنصر للسيارات، ولحد دلوقتي بقى لنا اكتر من 70 سنه بنتكلم ان هيبقى عندنا صناعه سيارات في مصر نقدر ان احنا نتفخر فيها ونقول هنوصل ونعمل زي مثلا ما المغرب بدات بعدنا بعشرات السنين، وشوفوا المغرب فين النهارده وواصله لفين وبتنتج عربيات كمها عامل ازاي. ولما تروح المغرب بتشوف العربيات الانتاج المحلي بتاعتهم منتشره ومغطيه قطاعات كبيره جدا من السوق ازاي. شكرا على المتابعه، اشوفكم فيديو جديد قريب ان شاء الله.